الرحمن الرحيم. لو عايزين تعرفوا ازاي عملنا الكاتشب في البيت بمنتهى السهوله وبتكلفه ولا ربع التكلفه، تعالوا شوفوا معانا الطريقه بطريقه ولا اسهل. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اذكروا الله كثيرا، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. النهارده هنعمل مع بعض الكاتشب البيتي وهيطلع احلى من الكاتشب بتاع بره. تعالوا نشوف الطريقه. هنا معايا ربع كوب حوالي مقدار من عصير الطماطم، دول حوالي ربع كيلو. تمام. معايا هنا بهاراتي، نركز كده في البهارات. هجيب لكم معايا هنا معلقه ونص من السكر كبيره. معايا هنا البهارات نركز فيها، معلقه صغيره ملح، نص معلقه فلفل اسود، معلقه صغيره توم باودر، معلقه صغيره فلفل بصل باودر، معلقتين صغيرين من البابريكا. دي البهارات بتاعتنا. هنا معايا حوالي 5 معالق كبار او 4 معالق كبار من الخل. هنا معايا معلقه كبيره من النشا مليانه على اخرها ومتدوبه في ميه. تعالوا نشوف الطريقه. اول حاجه هناخد البهارات بتاعتنا ننزلها على عصير الطماطم ونحطها على النار. نحطها على النار لمده 10 دقائق ربع ساعه لحد ما تبتدي الطماطم بتاعتنا تتخن وتستوي. انا زودت هنا الكاتشب بتاعي، زودته كوبايه ميه لان العصير كان مركز جدا، فزودته كوبايه ميه حوالي 250 او 200 مللي ميه. هنا الكاتشب معايا غلى تمام ولونه غمق زي ما حضراتكم كده شايفين، وبصوا القوام بتاعه بقى عامل ازاي اهو. طبعا لونه غامق زي ما انتم شايفين. ده معلوش اي ماده دهنيه، خلي بالكم الكاتشب معلوش اي ماده دهنيه. دلوقتي هنشوف هننزل بايه. نزلت يا جماعه بالخل والسكر وبدي تقليبه كده. هو طبعا زي ما انتم شايفين الخل لما نزل خفض حراره الكاتشب ما خلوش يغلي. دلوقتي هنسيبه مع بعض 5 دقائق يغلوا للمره الثانيه علشان الكاتشب طعم الخل والسكر يدخلوا في طعم الكاتشب. تمام يا جماعه. هنا خلاص معلش البخار بقى عفوا. هننزل دلوقتي النشا على الكاتشب بعد ما قلبناه كويس جدا وهنديله تقليبه. هغطي عليه النار لمده دقيقه واديله تقليبه واطفي عليه. الرحمن الرحيم. لو عايزين تعرفوا ازاي عملنا الكاتشب في البيت بمنتهى السهوله وبتكلفه ولا ربع التكلفه، تعالوا شوفوا معانا الطريقه بطريقه ولا اسهل. يلا بينا.